انت اللي اسمك حسنيه؟ ايوه هنا. خشوا فتشوا. حاضر يا فندم. فتشوا؟ تعالي هنا، انت رايحه فين؟ معانا امر بالتفتيش والقبض عليكي. عليا انا؟ في ايه؟ دلوقتي تعرفي كل حاجه. في ايه ياما؟ مش عارفه يا ابني. هم عايزين ايه ياما؟ مش فاهمه يا بنتي. دول هيقلبوا لنا الدنيا. ربنا يستر يا ابني. دول هيجيبوا عليها وطيها. بيدوروا على ايه؟ مش عارفه يا ابني. انا خايفه قوي ياما. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا بنتي. يا حضرة الضابط، جوزي عمل حاجة؟ ده راجل طيب يا اخويا، ما بيعملش حاجة ابدا. انتوا لقيتوه مش كده؟ لقيتوا جوزي؟ اسكتي يا ست. حاضر، انما انتوا لقيتوه هو ما عملش حاجة وما بيعملش حاجة. لقينا الورق ده يا فندم. وريني. ايه ده؟ جبتوه منين ده؟ طلعناه من الصحارى الخشب اللي هناك دي يا فندم. طب كويس، ده ورق مهم قوي. تمام يا فندم. لقيت حاجه؟ ايوه يا فندم، لقيت المبلغ ده يا فندم. وريني. رزمه كامله ورزمه متاخد منها، عدهم وحرزهم. حاضر يا فندم. معانا يا ست. على فين يا اخويا؟ على حمام التلات. يعني هيكون على فين يعني؟ على قسم البوليس طبعا، على الكراكون. ليه؟ انا ما عملتش حاجة. هتاخد امي ازاي؟ ابعد يا شاطر، ابعد. اما اوعي تسيبينا، هننام لوحدنا ازاي؟ اوعي تمشي ياما، والنبي يا حضرة الضابط سيب امي. اما انا مش هسيبك، انا معاكي. ما تسيبيناش ياما. اسحبها يا عسكري. يلا يا ست. انا هرجع لكم ياما. انا هرجع حالا. هشوف الحكومة عايزة ايه، لكن هرجع لكم حالا. ما تخافوش. خد بالك من اخواتك يا عتريس. غد اخواتك يا زينب، الدنيا برد. انا راجعه لكم يا حبايبي، ما تخافوش. راجعه لكم. اسحب يا عسكري. راجعه لكم. انا راجعه لكم يا حبايبي. ابعد يا انا من نخلوق. راجعه لكم يا حبايبي. صباح الخير. ما نمتيش يا خالة طول الليل وانت صاحية كده؟ انام فين؟ تحطي جنبك على البرش شوية شوية، عدم المؤاخذة هتلاقي نفسك نمتي. انام هنا ازاي بس؟ كلنا كنا في الأول كده وبعدين اتعودنا. تعود على ايه؟ انا في عيالي دلوقتي يا ترى عاملين ايه؟ وانت جاية في ايه؟ مش عارفة. مش عارفة؟ انت مكسوفة تقولي ولا ايه؟ ما كلنا في الهوا سوا. عدم المؤاخذة سرقة يعني ولا مخدرات ولا؟ يا اختي بعد الشر، حرام عليكي، انا مش بتاعة الحاجات دي. بلاش، احنا اللي بتوع الحاجات دي. تخمسي. انا ما بشربش سجاير. فين الحرمه اللي جت بالليل؟ اهي يا شويش. انا؟ لا اني. حاضر، انا جايه اهو يا اخوي. انا عملت ايه يا شويش يا اخوي؟ ما تعرفش؟ دلوقتي هتعرفي. لا جوزي. انا ماليش دعوه، انا عبد المأمور. بطلي حديث معاي. طب وموديني فين؟ على السيد وكيل النيابه اللي امر بالقبض عليك. خلاص خلصت اسئله؟ نيابه؟ ليه من غير ليه، انا ما اعرفش ليه. اللي ماليش فيه ما اسالش فيه. اقف هنا. ازيك يا ابو خليل؟ الله يسلمك. شربت الشاي؟ الحمد لله يا اخوي. وازاي عيالك؟ الحمد لله كويسين. قول للسيد وكيل النيابي ان المتهمه المطلوبه بري. ماشي. متهمه؟ انا بقيت متهمه؟ امال انت جايه هنا ليه؟ في نزهه؟ ادخل يا محمدين. تمام يا فندم، المتهمه مذكوره يا فندم. طب سيبها انت واخرج، استنى بره. تمام يا فندم. انا افتح المحضر. حاضر يا فندم. اسمك ايه؟ اسمه حسنية احمد فرحان. والسن؟ 43 سنه يا بيه. تعرفي واحده اسمها كوثر انور الطايع؟ كوثر هانم؟ تعرفيها؟ اللي اعرفها يا بيه، طبعا اعرفها. الصناديق دي بتاعتك؟ ايوه يا بيه، صناديق صابون الدبابه اللي احنا بنبيعه يا بيه. بتاعتك الصناديق دي يعني؟ ايوه يا بيه بتاعتي. جوه الصناديق دي ايه؟ جوه الصناديق دي صابون.
زي ده تمام يا بيه. وزي ده. ايه ده يا بيه؟ ده اللي تحت الصابون. لا معرفش الحاجات دي يا بيه. ما تعرفيش ان دي مخدرات؟ حشيش. حشيش؟ اعوذ بالله، انا مالي ومال الحاجات دي يا بيه. انت مش بتقولي ان الصناديق دي بتاعتك واتعرفتي على الصابون وضروري انت اللي بتنقليها بايديكي؟ انا اللي بنقلها ايوه، بس ماليش دعوه بالحاجات دي. كويس قوي. هنفرض ان مالكيش دعوه بالحاجات دي، مين بقى اللي بيديها لك؟ انا يا بيه ما فيش حد اداني حاجه، وانا ما حطيتش حاجه من دي ابدا. الله لا يسيئك، انا ما اعرفش حاجه من دي يا بيه. ايه رايك في الست كوثر؟ ست كوثر بنت حلال، اسالوها هتقول لكم ان ماليش دعوه بالحاجات دي ابدا، واني بجيب لها الصابون وبس. طب ايه رايك هي اللي بتقول ان انت اللي بتجيبي لها الصناديق دي وترجعي تاني تاخديهم، وان هي ما تعرفش حاجه اطلاقا على محتويات الصناديق دي؟ يا بيه انا صحيح كنت بودي الصناديق دي وبرجع باخدها فاضيه عشان اعبيها تاني. كل الشهود شهدوا على كلامها وقالوا انها حتى ما كانتش بتستعمل الصابون ده اطلاقا، وما فكرتش تفتح صندوق، وانها ما تعرفش محتوياته. مش ممكن يا بيه يكون قالت كده. تستدعى كوثر انور الطايع للمواجهه وكذلك الشهود. نفذ الامر ده. حاضر يا فندم. يا عسكري. نعم يا فندم. خد حسنيه بره دلوقتي. حاضر يا فندم. انا ما عملتش حاجه يا بيه، ما عملتش حاجه. يلا يا ست. انا غلبانه يا ناس. يلا ضروري واحده تانية غيري. اعملوا معروف، حرام عليكم. خليكي بره دلوقتي. عتريس، هنفضل قاعدين كده؟ امال هنعمل ايه؟ ما تيجي ندور على أم. هندور عليها فين بس؟ نروح لها البوليس. يا ابني اقفشونا. واحنا عملنا حاجه؟ هي امي يعني عملت حاجه؟ لو الباب خبط اوعى حد يفتح. ليه يا وفاء؟ لا يجي يمسكونا. انتم هتخوفونا ليه؟ ما تقومي تجيبي لنا حاجه ناكلها يا زينب. انا ماليش دعوه يا اخويا، قوم انت. انت خايفه من ايه بس يا زينب؟ مالك يا وفاء؟ هو معقول ما يبقاش عندنا حد كبير خالص، لا اب ولا ام؟ مش ربنا بيخلي فيه اب او ام؟ انا عارفه يا اختي. امال مين اللي هياكلنا ويشربنا، ومين اللي هيغطينا، ومين اللي هيعمل لنا الحاجات دي كلها؟ يا بنت ما تقلقيش، زمان امي جاي. بتعيطي ليه يا بنت؟ بتعيطي ليه يا اختي؟ عايزه اعيط وخلاص. انت مالك انت؟ اذا كنت عايزه تعيطي انت كمان عيطي. يا كوثر. ايوه يا فندم. هي دي حسنيه صاحبه الصناديق؟ ايوه يا فندم. يا عارف دي حسنيه صاحبه الصناديق؟ ايوه يا فندم. وانت يا سعد يا بواب هي دي؟ ايوه يا بيه. ايوه يا بيه، انا صاحبه الصناديق، انا ما قلتش حاجه. بس الست كوثر هانم هتقول لك ان كان في الصناديق دي صابون، مش الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها. انا ما اعرفش جوه الصناديق في ايه. صابون يا ست كوثر. انا ما اعرفش، ما شفتش، وانت عارفه كويس قوي اني عمري ما فتحت الصناديق دي، واني كنت بديك الفلوس اللي بديها لك على سبيل المساعده. يا ست انا ما قلتش حاجه، لكن انا كنت باخد الصناديق فاضيه. ما حصلش، انت كذابه، لان الخدامين قالوا لي انك كنت بتجيبي صندوق مليان وبتاخدي صندوق تاني مليان برضه، وانت عارفه انه مليان. هاخد صندوق مليان ليه؟ حضرة الوكيل ارجوك تسمعني، الست دي كانت عامله بيتي مخزن ليها. انا ست سمعتي كويسه ومحترمه وفي حالي، الست دي بقى كانت بتستغل المكان المحترم الطاهر ده كمكان امين لنشاطها. انا بعمل الحاجات دي كلها. وانت؟ كلام الست كوثر هانم مظبوط. الهانم ما كانتش تعرف اي حاجه عن الصناديق دي ولا عمرها شافتها. كنا كلنا عارفين ان الست بتعطف على حسنيه وعايزه تديها فلوس والسلام. وانت يا بواب؟ كان بيستناها بيه ناس بره بياخدوا منها الصناديق، وانا سالتها دول بياخدوا الصناديق دي ليه؟ تقول لي حاجات ما تخشش المخ. انا يا سعد كان بيجي حد ياخد مني الصناديق دي؟ ايوه. حد مين؟ انا ما اعرفش حد. ايه اللي بيقولوه ده؟ ما تقولي لهم يا ست هانم، قولي يا كوثر هانم، قولي لهم الحقيقه انك ست مش كويسه، انتهزتي فرصه عطفي عليكي واستغليتي المكان اسوأ استغلال. حرام عليكي كده يا حسنيه، انا ما عملتش فيكي حاجه. حرام عليكي. حرام عليك انتي. حد يقول كده هتوديني في داهيه، ده انا عندي عيال عايزه اربيهم. لما انت عايزه تربيهم بتعملي كده ليه؟ ماشيه غلط ليه؟ واذا كنت انت واللي زيك عايزين تمشوا غلط، انا ذنبي ايه؟ بتعض الايد اللي اتمدت لك